ازاي تولدي طبيعي؟ حوامل كتير نفسها تولد طبيعي لأسباب كتير مش هتكلم عنها في الفيديو ده عشان في فيديو منفصل. كان هنا السؤال، هل في طرق تخليكي تولدي طبيعي بعيدا عن الولادة القيصرية وتسهل عليك الموضوع أسرع ولا مفيش؟ ده اللي هنقوله في الفيديو ده النهارده، هو ازاي تولدي طبيعي. أول وأهم حاجة تساعدك إنك تولدي طبيعي هي إنك تهيئي جسمك لده، وده هيكون ازاي؟ تهيئة الجسم للولادة الطبيعي ليها طرق مختلفة، من التمارين الرياضية خصوصا بيكون لها تأثير على تقوية الحوض، كمان المشي بصورة معتدلة يوميا عشان يقوي العضلات ويزود مرونتها، بالإضافة طبعا وزنك لازم يكون معتدل عشان عملية الولادة تكون سهلة وبسيطة، وده بيحصل لما تكوني ماشية على نظام غذائي متوازن، تبتعدي على قدر ما تقدري عن الأكلات غير الصحية والمشروبات الغازية، زودي شرب مياه كتير عشان يبقى فيه ترطيب للجسم فالدورة الدموية كمان تتحسن. تاني حاجة هي اتخاذك للقرار، وأهم حاجة الصبر، بمعنى إنك ما تستسهليش الولادة القيصرية عشان تخلصي وخلاص، لا اصبري على وضعك ووضع جسمك، ولو طبيعة حملك ووضع جنين يسمح إنك تولدي طبيعي اصبري واثبتي على قرارك، مش عشان كل اصحابك اللي حملوا معاكي في الحمل ولدوا يبقى انت عايز تولدي انت كمان، مش كل عشان حد معدي جنبك يقولك انت لسه ما ولدتيش ليه تخشي العاشر ولا لا، تسمعي كلامه ما تسمعيش كلامه. تالت حاجه هي الدعم النفسي والخوف والالم، الالم المصاحب للولادة الطبيعي اللي هو الطلق بيكون البابا اللي بيدمر صحتك النفسيه، بيخليكي ممكن تغيري رايك وتفضلي القيصريه عليها، عشان كده الدعم النفسي في الاوقات دي بيكون دافع قوي انك تكملي. رابع حاجه انك تختاري دكتور شاطر متمرس في عمليات الولاده الطبيعي زي كده، تكون واثقة فيه وفي المركز أو المستشفى اللي هتولدي فيه، وده عامل مهم جدا وبيسهل كتير بعد كده. في النهاية لو أنت قررت تولدي طبيعي ما تقلقيش خالص، أهم حاجة اتبعي النصايح اللي هنقولها دي واتكلي على الله، وإن شاء الله تعدي على خير وتولدي طفل سليم معافى طبيعي.